تلاسم البحيرة. لعنة مقام الشيخ الضايع. في واحدة من القرى الصغيرة في محافظة البحيرة كان في مقام قديم معروف بين أهل البلد باسم مقام الشيخ الضايع. حكايات كتيرة اتقالت عن المكان ده، بس القصة اللي اتشهر بيها كانت عن الشيخ مرزوق اللي عاش من سنين طويلة، وكان بيقال إنه عنده قدرات روحانية خارقة. مرزوق كان شيخ بسيط في الأول، لكن بعد فترة قصيرة الناس بدأت تلاحظ إنه بقى عنده قدرات غريبة. كان بيقدر يحس بالناس اللي عندهم مشاكل، أو كأن عنده حاسة سادسة بتعرفه عن اللي بيحصل من وراه. بس الحكايات الحقيقية بدأت لما مرزوق قرر إنه يدخل عالم التلاسم والسحر. الناس قالت إنه اتعلم من شيوخ جايين من أماكن بعيدة قوي، وكان بيعمل جلسات سرية في بيته. بعد موت الشيخ مرزوق حصلت حاجة غريبة جداً. القرية كلها بدأت تتكلم عن حوادث مرعبة بتحصل حوالين المقام بتاعه. كل اللي كان يقرب من المكان ده كان بيرجع بحكايات عن خيالات، أصوات همس، وناس شافوا حاجات محدش يقدر يشرحها. لكن بالرغم من ده كان دايماً في شوية ناس بيفكروا إن كل ده مجرد خرافات. اللي حصل في ليلة القمر الأسود في ليلة معينة من كل سنة كان بيحصل حاجة نادرة جداً في السماء. الليلة دي كان بيسموها ليلة القمر الأسود، ودي كانت ليلة القمر بيختفي فيها تماماً، والسماء بتكون ظلمة بشكل مخيف. في يوم من الأيام 3 شباب من القرية قرروا يعملوا حاجة غريبة. كانوا دايماً بيسمعوا عن مقام الشيخ الضايع، وحبوا يتحدوا الخرافات اللي بتتقال عن المكان. الشباب دول كانوا عصام، كريم، وحسام. قالوا لبعض: هنروح المقام الليلة ونشوف بنفسنا. كل الكلام ده فاضي، ومقام الشيخ مرزوق ده مجرد حجر قديم. الساعة كانت حوالي 11 بالليل، والقرية كلها كانت نايمة، والشباب كانوا مجهزين كشافات وسجائر عشان يعدوا الليل. لكن اللي كانوا فاكرينه مجرد مغامرة بسيطة اتحول لكابوس محدش كان يتخيله. الوصول المقام كان بعيد شوية عن القرية، وموجود في منطقة نائية وسط الحقول. لما وصلوا هناك أول حاجة لاحظوها كانت الصمت الغريب. مفيش صوت ولا حركة، بس هدوء يخليك تحس إنك مراقب. عصام قال وهو بيحاول يظهر إنه مش خايف: يلا يا جدعان، المقام أهو، هنسجل فيديو ونرجع ونوري لكل الناس إنه مفيش حاجة هنا. لكن كريم كان سامع حاجة غريبة. استنوا، سامعين؟ ده صوت جاي من جوه المقام. الكل واقف مكانه وحاولوا يسمعوا، وكانوا سامعين صوت خفيف زي حد بيهمس أو بيتنفس بصعوبة، بس محدش كان بيصدق إن ده ممكن يكون حقيقي. ده يمكن ريح ولا حاجة. الرأي، قال حسام وهو بيتجه ناحية باب المقام. أول ما قربوا حسوا بهواء بارد جدا طالع من جوه المكان. الباب نفسه كان مصنوع من خشب قديم ومليان نقوش وتلاسم غريبة، حاجات محدش فيهم كان فاهمها. إحنا هنا بجد ليه؟ كريم سأل بصوت متردد، لكن عصام فتح الباب ودخل وهو بيقول: يلا، مش هنقضي الليلة كلها واقفين. الداخل أكثر رعباً. جوه المقام كان في ضريح الشيخ مرزوق. وسط المكان كان في شموع قديمة منسية، ولما الكشافات اتوجهت على الجدران لقوا إنها مليان رموز غريبة وحروف ما يفهمهاش حد. كل خطوة كانوا بياخدوها كانوا سامعين صوت خفيف كأنه حد بيتحرك معاهم. فجأة حسام قال بصوت مرعوب: شوفوا، الأرض هنا فيها حاجة. ثم كانوا لقوا ورقة قديمة ملفوفة ومحطوطة على الأرض. فتحوها بحذر، لقوا مكتوب فيها جملة واحدة: احذروا الليلة، روح الشيخ مش هتسيبكم. عصام ضحك وقال: ده ألف أو جماعة، حد أكيد عمل كده عشان يخوف الناس. لكنه وهو بيتكلم حس بحركة سريعة حواليه، وكأن في حد ماشي وراه. بص حواليه بس مفيش حد، أو يمكن كان فيه. اللعنة تبدأ في اللحظة دي. بدأت الأمور تتغير. حسام بدأ يحس إن الجو بيضيق حواليه، وصوته بقى متقطع: يا جماعة، مش قادر أتنفس. كريم حاول يخرج حسام بره، لكن الباب اللي دخلوا منه كان اتقفل لوحده، كأن المكان كله بيتحرك ضدهم. فجأة بدأت الأصوات تبقى أوضح، همسات متتالية وضحكات مرعبة جاية من الجدران. مين هنا؟ عصام صرخ، لكن كان الرد هو زيادة الأصوات وحركة غريبة حوالين الضريح. لما بصلوا ناحية الضريح شافوا خيال أسود طالع من تحت الغطاء اللي كان مغطي الضريح، كأنه روح الشيخ مرزوق نفسها اللي بتقوم. نور الكشافات بدأ يضعف، وكل واحد فيهم حس إنه مفيش مهرب. الخروج من الكابوس. كريم كان أول واحد يفقد أعصابه. جري ناحية الباب وحاول يفتحه بالقوة. الباب اتفتح في اللحظة الأخيرة، وكلهم جريوا برا المقام.
لكنهم كانوا حاسين إن في حاجة بتمشي وراهم. الأصوات والهمسات ما وقفوش، وكأنهم خرجوا معاهم. لما رجعوا القرية كانوا في حالة رعب تام. كل واحد فيهم بقى بيتجنب الكلام عن اللي حصل، لكن الليلة دي ما خلصتش لحد كده. الليلة التالية بعد اللي حصل، كريم كان بيحاول ينسى، لكنه كل ليلة كان بيصحى على نفس الحلم. حلم بيشوف فيه الشيخ مرزوق واقف عند سريره، بيبصله بعينيه اللي كانوا زي ما يكونوا فاضيين من الروح. عصام بدأ يسمع نفس الأصوات اللي سمعها في المقام، حتى وهو في بيته، وكأنه في حاجة جاية من وراه. أما حسام فقد اختفى تماماً في الليلة اللي بعدها. الناس بتقول إنهم شافوه ماشي لوحده في الحقول ومرجعش من ساعتها. النهاية الغامضة، الحكاية دي لسه لحد النهاردة بتتقال في القرية. اللي يقرب من مقام الشيخ الضايع في ليلة القمر الأسود بيرجع بذكريات مرعبة أو ما بيرجعش خالص. مفيش حد يقدر يفسر إيه اللي بيحصل هناك، لكن الواضح إن لعنة الشيخ مرزوق لسه عايشة، واللي بيقرب من مقامه بيدفع الثمن. تفتكر أنت هتقدر تقرب من المكان ده؟ ولا هتفضل تسمع الحكايات المرعبة من بعيد؟ كمل تمام. بما إنك متحمس، هنكمل القصة بكمية أكبر من الرعب والإثارة. جهز أعصابك، لأن اللي جاي أخطر بكتير من اللي فات. ما بعد اختفاء حسام، حالة الذعر زادت في القرية. عصام وكريم كانوا فاكرين إن الموضوع هيوقف عند المقام، وإنه بمجرد ما يبعدوا عن المكان الرهيب ده هيكونوا في أمان. لكن اكتشفوا إن اللعنة اللي ابتدت هناك مش هتسيبهم بسهولة. الناس في القرية بقوا يشوفوا كريم ماشي في الشارع لوحده بالليل، عيونه دايماً شاردة، كأنه بيسمع أصوات محدش غيره يسمعها. أما عصام فكان بيسمع دق على باب بيته كل ليلة الساعة 3 الفجر، ولما يفتح الباب مفيش حد. ظهور الشيخ في الأحلام بعد أيام من الرعب المستمر، بدأت تحصل حاجة أغرب. عصام وكريم بقوا يشوفوا نفس الحلم كل ليلة، حلم مرعب بس تفاصيله واحدة. كانوا بيشوفوا نفس المكان، مقام الشيخ مرزوق، والخيال الأسود اللي طلع من الضريح واقف قدامهم. الروح بتبص لهم بعينيها الفاضية، وكل مرة كانت بتتكلم، لكن صوتها كان متقطع وغير مفهوم. كان في حاجة واحدة واضحة في الحلم، لسه في حاجة منتهتش. الليلة اللي بعدها عصام قرر إنه يحكي لكريم عن الحلم. كريم بصله بصدمة وقال له: أنا كمان بشوف نفس الحلم يا عصام، كأن الشيخ بيحاول يقول لنا حاجة. اللي مخيف في الحلم ده إن كل يوم بيفضل يزيد رعبه. الليلة الرابعة شافوا في الحلم إن الضريح كان مفتوح، والشيخ مرزوق كان بيبص لهم وأشار بإيده لواحد منهم. كريم حس إنه ما بقتش مجرد أحلام، الحكاية دي ليها علاقة بلعنة حقيقية، ولعنة الشيخ مرزوق مش هتسيبهم غير لما يكملوا اللي بدأوه. البحث عن تفسير في الليلة الخامسة، قرروا يروحوا لأكبر شيخ في القرية، الشيخ حسان، شيخ كبير وعنده خبرة بالحاجات الروحانية واللعنات. حكى عصام وكريم للشيخ عن كل اللي حصل في المقام واللي شافوه في أحلامهم. الشيخ حسان فضل ساكت شوية، بعدين قال: اللي حصل لكم مش مجرد أوهام. الشيخ مرزوق كان معروف إنه بيستخدم طلاسم سحرية، وبيقولوا إنه استدعى أرواح شريرة قبل ما يموت. لعنة المكان ده لسه حية، والأرواح دي بتدور على ضحية جديدة. عصام سأله بخوف: طب إحنا نعمل إيه؟ إزاي نوقف كل ده؟ الشيخ حسان رد بجملة كانت مرعبة أكتر من كل اللي حصل لهم: مش سهل إنكم توقفوا اللعنة، الطريق الوحيد هو إنكم ترجعوا للمقام وتكملوا اللي الشيخ مرزوق بدأه. التلاسم دي استدعيت روح شريرة، وهي اللي مسؤولة عن اختفاء حسام وعن اللي بيحصل لكم. لازم تلاقوا التميمة اللي الشيخ كان بيستخدمها وتكسروها. العودة للمقام بالرغم من الخوف، قرر عصام وكريم إنهم لازم يروحوا المقام تاني. المرة دي راحوا مع الشيخ حسان، ومعاه حاجات خاصة زي ماء مقدس وأدعية كانوا لازم يقولوها جوه المقام. الليلة اللي اختاروها كانت نفس ليلة القمر الأسود اللي بدأت فيها اللعنة. في اللحظة اللي قربوا فيها من المقام، حسوا بنفس البرودة اللي كانت هناك قبل كده. الجو كان كأن في حاجة بتراقبهم، لكنهم كانوا مصرين يكملوا. فتحوا باب المقام مرة تانية ودخلوا جوه. الضريح كان واقف زي ما هو، لكن المرة دي كان في ضوء خافت جاي من الشموع اللي بقت تولع لوحدها. الشيخ حسان بدأ يقول الأدعية بصوت عالي، لكن في اللحظة دي الأرض بدأت تهتز، والرموز اللي على الجدران بدأت تلمع بنور أحمر غريب. مواجهة الروح الشريرة. فجأة خيال الشيخ مرزوق ظهر تاني،
لكن المرة دي كان واضح إنه غاضب. مين اللي دخل هنا؟ الصوت جاي من كل مكان حوالين المقام. عصام حس إنه بيتحاصر، والهواء بقى تقيل لدرجة إنه مش قادر يتنفس. الروح كانت بتقرب منهم، والأنوار اللي في المقام زادت. الشيخ حسان قال لهم: دلوقتي ادوروا على التميمة. عصام وكريم بدأوا يدوروا في كل حتة، ولما قربوا من الضريح لقوا صندوق صغير مخفي تحت التراب. فتحوه بسرعة ولقوا التميمة، حجر غريب محفور عليه نفس التلاسم اللي شافوها على الجدران. في اللحظة اللي مسكوا فيها التميمة، الروح هاجمتهم بكل قوتها. الهواء بقى زي عاصفة جوه المقام، لكن الشيخ حسان كان واقف بيقول الأدعية بصوت قوي وكأنه بيحارب الروح. تحطيم التميمة وكسر اللعنة. كريم صرخ: إيه اللي المفروض نعمله؟ الشيخ حسان قال بصوت عالي: حطموها، اكسروا التميمة. بكل قوة عصام رمى التميمة على الأرض، وكريم ضربها بحجر كبير. في اللحظة دي انطلقت صرخة مرعبة من جوه المقام. النور الأحمر اختفى وكل الأصوات وقفت. المكان بقى هادي تماماً، وكأن اللعنة اختفت. النهاية بعد اللي حصل، المقام بقى مجرد مكان قديم تاني، ما عادتش بتحصل فيه أي حاجة غريبة. الناس في القرية رجعوا يعيشوا حياتهم عادي، لكن عصام وكريم فضلوا فاكرين اللي حصل طول حياتهم. حسام مرجعش أبداً، بس كان دايماً بيقولوا إنه راح ضحية لروح شريرة، روح الشيخ مرزوق اللي استدعاها بتلاسمه الغامضة. اللعنة اتحلت، لكن كل اللي يدخل المقام دلوقتي بيقول إن المكان لسه فيه طاقة غريبة. تفتكر بعد كل ده المقام فعلاً خلاص بقى آمن، ولا لسه فيه أسرار مدفونة جوه؟